مساء الفل عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني الفيديو اللي فات. صلوا بينا على النبي كده وتعالوا نعمل اكله كده. ما كنتش عامله حسابها. بالليل الولاد جاعوا فقلت لهم طب هناكل ايه. قعدنا نفكر كتير وكتير بقى، قلت لهم لا انا هعمل لكم رز بشعريه كده، وكان عندي شويه شوربه هعمل لهم ايه، ملوخيه عليها. واقف معاكم كده انضف المطبخ كده وارتب كل حاجه مكانها. انتوا عارفين المطبخ بتاعي مليان دهون، متهيألي ما عملتوش من الصيف اللي فات. فان شاء الله ناويه كده، قولوا لي ربنا يسهل ادخل اعمله واعمل حته حته فيه كده على مهلي. حتى مش هعمله في يوم واحد عشان ما اتعبش، واعمله بالليل وقت ما اكون فاضيه. بس ادعولي كده بس ربنا يأذن كده واعمله. متنسوش تحطوا اللايك بتاعكم جميل واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. وادعولي كده برزق الواسع ولكم بالمثل. طبعا انتوا عارفين انا بشتغل وما عنديش وقت والله ابدا ابدا على حاجات كتير اعملها، بس مضطرة يعني في حاجات كتير يعني أأجلها لوقت غير مسمى. فدعمكم ليا وما تحرمش منكم أبدا. وبعدين أنا عايزة أقول لكم إن كل القنوات فاتحة عشان ربنا يرزقها. انتوا عارفين الحالة يعني في ناس كتير قوي معتمدة على القبض بتاع اليوتيوب، وفي ناس كتير قوي بتحاول تمشي نفسها مع قبضها، لأن الدنيا زي ما انتوا عارفين الأسعار بقت مش عارفة أقولها لكم ايه، خزعبلية. وربنا يقوينا على كل حال. ما تنسوش بس اللايك بتاعكم جميل واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. واتفرجوا للفيديو للاخر وقومي اعملي كل حاجه وراكي. بالليل بقى الصبح زي ما يكون. المهم ما تخليش حاجه تأثر عليكي، وحاولي ان انتي ايه تساعدي نفسك. يلا احبكم في الله، مع السلامه.